السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من معرض النصر سمارت هوم. مع حضراتكم مهندس جمال نور الدين. احنا امبارح نزلنا بوست بنتكلم فيه على تأثير تجميع لوحات سنوف في مكان واحد فيما يسمى بوردات السمارت الاقتصادي، ومد كثير من الخراطيم وماشي فيها أسلاك بدون توزيع علمي أو صحيح للأسلاك، أو عزل الكلام ده عن طريق الحاجات اللي بتقلل من تأثيرات ال EMF اللي هي Electromagnetic Field. طبعا عشان نبقى واضحين، في حاجة اسمها المغناطيسية الأرضية أو المغناطيسية الطبيعية، وفي المغناطيسية المتولدة نتيجة لمرور التيار الكهربي في كويلز أو في وايرز، مثلا في ملفات أو في أسلاك. الأولانية المغناطيسية الأرضية أو الطبيعية دي بتبقى مفيدة للإنسان، وخصوصا القطبية السالبة منها، وبتستخدم في العلاج وتطبيقات كتير قوي طبية. أما المغناطيسية المتولدة عن الإلكترو ماجنتيك فيلد أو نتيجة لمرور التيار الكهربي في الملفات أو الأسلاك، ففي أبحاث موجودة على النت، وأنا هسيب في البايو لينك لبعض المقالات بتقول إن هي بتسبب أضرار للأطفال بالذات، بتسبب ليهم يعني بعد الشر على كل أولادنا بعض السرطانات والأورام في المخ، وده اللي احنا خايفين منه وبننوه ليه. يعني احنا مش اخدين المسألة كمسألة شخصية، لا، احنا بنتكلم في الصحة العامة وفي المصلحة العامة لجميع الناس، لأن احنا أولا وأخيرا بشر ولازم نخاف على بعضنا. لأن الناس دخل الناس في التعليقات تهاجمنا، ما اعرفش بتهاجمنا على ايه، انا مش فاهم يعني، وقالوا لي اثبت وما اثبتش. انا هوريكم تأثير المغناطيسية المتولدة عن مرور التيار الكهربي، وإن تركيزها في مكان معين بيزود من احتمالية المخاطر بتاعتها. ولازم نعرف إن التأثير المغناطيسي بيبقى طويل المدى، وبيبقى على مسافات كبيرة، يعني مش شرط اللي احنا حطينا خرسانة أو حاجة فوق الخراطيم دي اللي بتمنع التأثيرات المغناطيسية، ولكن الحلول السلمية والعلمية للكلام دوت بيعالجها. في طبعا بدائل للوحات اللي هي بيجمع فيها البوردات، وبدائل محترمة جدا وبتقلل من التأثيرات ديت بكتير، يعني بيخليها غير ضارة خالص. وهوريها لكم طبعا، هعمل لكم فيديو، وانا هقوم ببعض القياسات هنا موجودة عندي في المعرض، واشارك حضراتكم فيها لايف على تأثير المجالات المغناطيسية او القوة بتاعتها ازاي بتبقى موجودة. الحاجة التانية ان ممكن الناس تعمل عواكس من النحاس او الألمنيوم بحيث تمنع الإشعاعات دي أو تقلل منها. حاجة تالتة إن ممكن الأسلاك اللي محطوطة تتحط بطريقة علمية بحيث التوليد بتاع الماجنتيك فيلد يبقى اتنين، مجال متولد في اتجاه معين ومجال متولد تاني في اتجاه المعاكس، فيخلي المحصلة صفر. وفي قاعدة شهيرة اسمها قاعدة لينز بتتكلم على ال EMF وطول السلك وشدة التيار والكلام ده كله. الناس المهندسين يعرفوا، لكن والناس اللي عندهم اطلاع يعني دراية، ولكن للأسف معظم الناس اللي بتهاجم ما عندهاش علم. وفي ناس طلعت تهددني، ومش عايز أقول أساميهم يعني، ولكن قدمت فيهم بلاغ لجهة ما. المهم أنا هقيس لحضراتكم دلوقتي القياسات قدامكم،
وهقول لكم في الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله احنا ازاي ممكن نركب لوحات سمارت، ولكن بطريقة آمنة وطريقة فعالة جدا، وهتوفر على العميل في حدود من 50 ل 60% من التكلفة، والتأثيرات الكهرومغناطيسية بتاعتها هتكاد تكون معدومة أو غير مؤثرة. والكلام ده هيقطع على تجار الشغلانة ديت منافس كتير. يعني أنا بسمع إن في بعض الكهربائية بياخدوا 5000 جنيه من مصنع اللوحة، ولو في مهندس تشطيبات ما عندوش ضمير بيضرب ثمن اللوحة ده في 2 وفي 3. إذا الموضوع ده سبوبة كبيرة قوي للناس، وبيقنعهم العميل إن ياخد البوردات، لأن البوردات أحسن من المفاتيح، والكلام ده كله كلام فارغ. ولكن احنا هنخلي العميل يركب بوردات ويركب مفاتيح عادية ومفاتيح اللي هو عايزها بطريقة آمنة، وهتوفر معاه ومفيش حد هيستغله. وربنا الموفق لنا جميعا. احنا عايزين ناكل بالحلال، والاكل والدنا بالحلال، وما نظلمش حد، لان الظلم ظلمات يوم القيامه، وكلنا احنا عارفين. فخليكم معانا واحنا بنقيس القياسات بتاعتنا عشان نشوف بنفسنا. بص حضراتكم، طبعا احنا هنقيس هنا تاثير الماجنتيك فيلد. ده مفيش فيه كهرباء، ده النيوترال، ده النيوترال. فطبعا مفيش كهرباء اهوت، ده مفيش كهرباء، ده النيوترال. لو جينا على الاسلاك من على بعد اهو السلك اللي فيه كهرباء، فطبعا ده تاثير الالكترومagnetic فيلد. انا بوريكم بس ان في حاجه اسمها الالكترومagnetic فيلد زي ما انتم شايفين. طبعا وانا هوري حضراتكم برضو تاثير التيار الكهربي وتوليد الاي ام اف، ودي النظريه اللي معتمد عليها قياس الامبير بالكلامب ميتر. لو جينا قسنا سلك واحد اللي هو الارضي هيدينا 4/10، ده نسبة الايرور يعني زيرو، احنا عندنا نسبة خطأ هنا، فمفيش هنا امبير، مفيش ماجنتيك فيلد. لو جبنا سلكتين مع بعض بصوا حضراتكم هيدينا برضو صفر. طيب لو احنا خدنا سلكة لوحدها حية ماشية لوحدها فاعطانا الامبير اللي هو 4/4. طيب هو كان بيدينا صفر ليه لما قسنا الفردة الكهرباء والحي والميتة مع بعض؟ لأن ماشي حسب قاعدة لينز في اتجاه تيار، وفي الاتجاه العكسي تيار تاني. فالتيارين كل واحد بيولد EMF مساوية في المقدار ومخالفة في الاتجاه، فكل ماجنتيك فيلد بيعاكس التاني، بيعمل للآخر تلاشي، فتبقى المحصلة صفر. والطريقة دي الطريقة الصحيحة اللي احنا ممكن نمشي بيها الأسلاك في قلب الخراطيم، اللي احنا نمشي الأسلاك اللي هي النيوترال مع الأسلاك اللي هي الحية، ويكون توزيع الأحمال عامل بالانس على الأسلاك دي، هتلاقي المحصلة ال EMF صفر. ودي طريقة من طرق معالجة المشكلة ديت. الطريقة التانية اللي احنا ممكن نخلي الأسلاك شيلدد ومتوصلة بالأرضي، فبنخلي ال EMF تقريبا صفر، أو بنعزل الحاجات ديت بالنحاس، شيلد من النحاس ككل، أو الألمونيوم، والنحاس بيكون أفضل ونوصله بالأرض. ودي طريقة من طرق معالجة أو التغلب على التأثيرات الكهرومغناطيسية الضارة على صحة الإنسان. في تيست لسه هنعمله تاني على موضوع تجمع اللوحات والخراطيم في مكان واحد، ولا كل واحد يبقى انديفيدوال. ده يسلكم بجهاز قياس الإشعاع الناتج عن ال EMF. خليكم معنا. بص حضراتكم، دي بوردة من برد سنوف محطوطة لوحدها، هنقيس ال EMF عليها، فعطينا تقريبا 40 وساعات بقى 30 وهكذا. هنقيس بقى في اللوحة المجمعة اللي بص حضراتكم في اللوحة المجمعة اللي بيحصل راديشن زاد خالص، وعطانا الارم ان الموضوع خطر، لان مجمع اكتر من لوحة في مكان واحد. وده اللي احنا بنتكلم عليه، ان تجميع اللوحات او البرد في مكان واحد بيعمل الكترومagnetic فيلد خطر على صحة الانسان.